وصفتنا النهاردة وصفة جامدة جدا، كبدة العربيات، او بمعنى اصح الكبده الاسكندراني بالطريقه الاصليه. تعالوا بقى النهارده اقول لكم على التكات والاسرار بالتفاصيل بتاعه الكبده اللي هتخليكي تعمليها احلى وانضف من كبده الشارع لما هتعمليها في البيت. وتحدي انك لما هتعمليها بالخطوات والتكات اللي هنعملها مع بعض النهارده هتعتمديها ومش هتغيري الوصفه ابدا. اول حاجه معايا طاسه سخنه على النار، ولازم اسخن الطاسه بتاعتي كويس جدا، وهنزل بالزيت، وبرضو هستنى لما الزيت بتاعي يسخن كويس جدا. ما ينفعش انزل بالكبده بتاعتي وهو الزيت لسه مسخنش، ده هيخليها تنزل ميه ومش هتاخد صدمه وطعمها مش هيبقى حلو. وعندي هنا 3 فصوص من الثوم. كميه الكبده بتاعتي كانت نص كيلو، طبعا انتي لو كميه الكبده بتاعتك ازيد هتزودي من فصوص الثوم. ولما بنزل بفصوص الثوم بتاعتي، الثوم يا ريت يبقى فريش. دي تاني تكه من تكات ان الكبده تطلع معاكي طعمها حلو جدا وتحفه زي بره بالظبط، ويمكن احلى كمان. انا مش عايزه الثوم بتاعي لونه يغير، يا دوبك بس تطلع ريحه الثوم وابدا انزل بالكبده. الله الله على جمال الاكله دي بجد. هفضل بقى اشوح في الكبده كده طول ما هي على النار، لازم افضل اقلب فيها واشوح فيها علشان خاطر كلها تاخد لون واحد وسوا واحد. وتسويه الكبده مش هتاخد معايا 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير. زي ما انتوا شايفين كده بدأ لونها يغير معايا بسرعه جدا، وهفضل اقلب فيها لحد ما تبقى كلها لون واحد، يبقى ما فيهاش اي دم ولا اي تكتلات، وتبقى زي الفل. عايزه اقولك ان الكبده ما بتتغسلش، الكبده البلدي فايدتها في الدم بتاعها، فما تغسليهاش وتصفيها، انت كده بتضيعي الحديد والفيتامينات اللي موجوده في الكبده. يا دوبك بس هتعصري عليها نص ليمونه وتسيبيها في مصفى تصفي شويه من الدم بتاعها، لكن تغسليها يبقى كده حرام، انت بتضيعي فايده الحديد اللي فيها والفيتامينات. شايفين بقى الجمال؟ بدأت كلها تاخد لون واحد ازاي. وزي ما قلتلك ايدينا على طول بتشوح وتقلب علشان خاطر كلها تاخد سوا واحد ولون واحد. بس كده زي الفل، مش هتاخد معانا 15 دقايق بالكتير. انا مش عايزه الكبده تنشف معايا، لان الكبده من الاكلات اللي لما تسيبيها على النار بتنشف منك، فاحنا عايزينها كده ايه، تبقى جوسي وطريه وفيها الصوص الحلو بتاعها ده. بس كده زي الفل. هبدأ بقى انزل بالتوابل بتاعتي، وانا هنا مستخدمة توابل كنور بتاعت خلطة الكبدة. توابل فعلا تحفة حكاية. فيها توابل كتيرة جدا للكبدة، فيها كزبرة، فيها كمون، وفيها سماق، وفيها كده حبة توابل كده متحبشة. خلطة بجد جميلة. طب انا لو مش عندي الخلطة دي احط ايه؟ هحطي ملح، وهتحطي فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة، ولو حابة تحطي بابريكا وكمان كاري. الخلطه بتاع الكنور دي برضو من التوابل اللي موجوده فيها الكاري. والكاري بقى انا عايزه اقول لكم بيفرق جدا في طعم الكبده، من الحاجات اللي لو حطيتيها هتفرق معاكي جدا من توابل الكبده. وخلطة الكبدة دي تقدري تجيبيها من عند السوبر ماركت أو من العطار. وهنزل كمان بمعلقة ملح صغيرة، هنزل بقى بالفلفل. عايزة أقولك بقى سر كمان من أسرار الكبدة بتاعت عربيات الشارع أو المطاعم اللي بيديها طعم فعلا هو الفلفل. فحاولي تكتري الفلفل على قد ما تقدري، سواء بقى هتقطعيه مكعبات صغيرة كده زي ما أنا عاملة، أو هتقطعيه ترانشات رفيعة. الفلفل هو برضو من التكات اللي بتدي للكبده طعم حلو جدا. فلو عندك مثلا كيلو كبده، حاولي تستخدمي ربع كيلو من الفلفل. زي ما انتم شايفين انا مكتره في كميه الفلفل شويه، لان فعلا بيخلي طعم الكبده في حته تانية خالص. هما يا دوبك بس اسيبها على النار دقيقتين، يا دوبك الفلفل يتدبل ويشرب من صوص الكبده بتاعتي كده. طبعا لو انتي حباها تبقى سبايسي هتحطي حبتين من الفلفل الحار، الاخضر او الاحمر مش مشكله، زي ما انتي عايزه. بس انا ما حطيتش فلفل حار عشان خاطر الولاد، لكن هي بالفلفل الحار بيبقى طعمها تحفه، لكن طبعا عشان خاطر الولاد مش هينفع. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، الكبده الاسكندراني الاصليه مش بتتعمل ببصل ولا فلفل الوان، هي بس بثوم والتوابل والفلفل الرومي الاخضر بس كده. اما بقى الكبده اللي هي بالبصل والفلفل الالوان دي بقى اسمها كبده بالبصل والفلفل، لكن مش كبده اسكندراني.
الكبدة الاسكندراني الأصلية هي الطريقة دي بالظبط، الثوم والكبدة والتوابل والفلفل بس كده. زي بقى ما انتوا شايفين كده استوت معايا وبقت زي الفل. طبعا مش عايزة أقرص عليها أكتر من كده، هي كده جميلة وطرية وجوسي كده وفيها صوص تحفة. انا حاسة ان انتوا شامين معايا، شامين كده ريحة خطيرة. انا مش عايزة بقى اقول لكم وانا بعملها، الريحة بجد كانت قلبة العمارة. وخلصنا بقى الوصفة بتاعتنا، الكبدة الاسكندراني ما خدتش معانا 10 دقايق على بعض. ناكلها بقى مع عيش بلدي، ناكلها مع فينو وسلطة طحينة. ان شاء الله هتعجبكم، جربيها بس بالخطوات والتكات اللي احنا مشينا عليها. بحبكم في الله، وربنا يا رب يسعد قلبكم بكل خير وكل هنا. أسيبكم حبايبي في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.